وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وبدون فرن وبدون بيض ولا دقيق ولا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة خالص. سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة عندي كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها كوباية من اللبن الحليب المثلج، وعندي كمان ربع كوباية من الحليب المحلى المكثف، وده أنا بعمله في البيت. لو عايزين طريقته اكتبولي في الكومنتات. هخلط الكريمة بتاعتي بالشكل ده حلو قوي، ولازم مضرب كهربائي. أول ما بتبدأ تتقل معايا هضيف عليها باكت كامل من الكريم كراميل. هخلطه حلو قوي، بيدوب معايا ما تقلقيش، وبيبقى بيبقى حلو جدا. الكريمه دي طعمها مش قادره اوصف لك حلاوته. بعد كده هبدا اجيب بقى البايركس بتاعي اللي انا هرص فيه الطبقات من البسكوت. اي بسكوت شوكولاته عندك متاح، او اي نوع بسكوت انتي بتفضليه. هبدا ان انا بنزل بالبسكوت في اللبن الحليب، ده لبن حليب مش فيه عليه اي اضافات، لا سكر ولا اي حاجه. بنزل بيه باللبن بالشكل ده. هرصه في البايركس، برص البسكوت اللي بالشوكولاته كله بالشكل ده، وهبدا انزل عليه بطبقه من الكريمه. طبعا سهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة اي حاجة. دي اول طبقة من الكريمة بسويها بالشكل ده. انا استخدمت في اول طبقة بسكوت من الشوكولاتة، تاني طبقة هستخدم بسكوت سادة خالص عادي. هبدأ ان انا برضو في نفس الطريقة بغمسه في اللبن، وبعد كده برصه في البايركس بتاعي. تقدري بقى في المرحلة دي تستخدمي البايركس في الطريقة دي، تستخدمي بايركس، تستخدمي صينية اللي هي سهلة الفتح، تستخدمي كاسات او كوبايات. اي حاجة عندك مش هتقول لا. خلصت كده طبقة البسكوت التانية، وهنزل بباقي الكريمة على الوش، وهبدأ ان انا اسويها بالشكل اللي انت شايفاه ده. في المرحلة دي بجيب 3 مكعبات من الشوكولاتة على ربع كوباية لبن سخنة مغلية، وادوبهم الاتنين مع بعض مع معلقة صغيرة من الزبدة. وهنزل بصوص الشوكولاتة ده بس بعد ما يبرد على وش الكريمة بالشكل ده كده. هو كده كان دافي معايا، لسه بقى ما يدخل التلاجة ويبرد شوية بتبقى الكريمة طعمها والشوكولاتة طعمها تحفة. عندي بقى شوية بسكوت سادة كده بزوق بيهم الوش. عندي بسكوتة ولا 2 بالشوكولاتة برضو بحطها كده في النص، ودخلها التلاجة حوالي نص ساعة بس تتماسك معايا. وهبدأ ان انا اقدمها بألف هنا. اسرع حلو ممكن تعمليه، سهل وبسيط وطعمه في حتة تانية خالص. جربي الوصفة دي هتعجبك جدا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد، ولايك حلو كده علشان الفيديو فعلا يستاهل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.